السلام عليكم الدراري، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. شخباركم؟ كيف الحال والاحوال؟ البارح كنديروا واحد المناقشه انا واحد الاخ على عمله تيا اللي هي سيليستيا. كما كتشوفوا عمله تيا حاليا السعر ديالها هو 0.33. العمله تقريبا كانت دارت واحد النزول من اعلى قمه، كانت دارت تقريبا هي اكثر من 20 دولار ونخلوها في 20 دولار. فالعملة تقريبا نزلات بأكثر من 99%. هذه نزول حتى سعر الإدراج اللي كان تقريبا 2 دولار، فهي حاليا نزلات على سعر الإدراج. حاليا العملة انهارت ب 99%. هذا ماشي هو المهم الدراري، المهم هو أن بعض الأشخاص راه المشكل ان عمله كيشوفوها ديجا كانت في قمه ديال 20 ووصلت للدولار ولا كذا، كيقول انا هذه فرصه نقتنصها من القاع. ولكن المشكل اللي كاين هو ما على بالوش ان عدد العملات اللي كيتزادوا في السوق ان ملي كيتزادوا عدد العملات فمعناها كيكون التضخم. بالله عليكم بالنسبه لعمله تيا كبروجي كبروجي، خليونا من ذاك الكلام ديال سير قرا الوايت بيبر وداك الخزعبلات ديال الورقه البيضاء، هذاك الشيء ما كنامنش به قطعا. الاصح هو انك تشوف واش هاد العدد العملات اللي كيتزادوا في السوق واش كيأثروا على العمله من ناحيه انها تضخم وتنزل. كيأثروا. الا جينا نشوفوا الملاحظه ديال تيا شنو فيها، فان عدد العملات الحاليه اللي كاينين في السوق هو 877 مليون عمله. ما عندهاش ماكس، ما عليناش سيدي، ماشي مشكل ما عندهاش ماكس. المشكل اللي كاين في التوتال سوبلاي هو 1.16 مليار، حتى هي ما عليناش. ولكن الاهم خطوه ان عدد العملات اللي كيتزادوا في السوق راه تقريبا اكثر من 300 الف عمله يوميا. هذه راه ماشي شهريا، يوميا. معناه ان العمله راه هذاك الشيء علاش تضخمات ودارت لنا هذا الانهيار هذا. وراه على بالو واحد شخص معين ان العمله كانت في دولار وشراها في دولار. علاش شراها في دولار؟ قال دابا العمله راه في دولار غادي نقتنصها وتعاود ترجع. امبوسيبل، هي مستحيل مليار في المية ترجع ل 20 دولار ولا 15 ولا 16، لان السيوله خرجت من العمله. كنتكلموا على ماركت كاب تقريبا ديال اكثر من الملايير. هنا كنشوفوا الماركت كاب ديالها بقات فيها 277 مليون. معنى ان العمله مشات راحت باي باي، ان الفريق دار العمله باش يصرف عليك. خليني من العمله الديبار ديالها داروا لها ستيك وكذا باش تنجح، ديك بلا بلا وداك التخربيق راه ما واكلش. هادو ماشي عملات استثماريات، هادو عملات نصب. خلاصه الامر هي هذه. هادو ممكن انك تقدر تدخل فيهم مثلا سكالبينغ سريع، ما هو حتى ان الانسان يدخل يسوينغي فيهم، فقط ضرب وهرب. اما العمله ان الشخص معين مسكين كيدخل السوق وما عارف والو، ما على بالو والو، انه كيدخل العمله باش انه ينفيستي في العمله على المدى البعيد، يعني لونغ تيرم. راه هادشي راه ما خدامش. العملات الاستثماريات راه باينين، راه تفوت الطوب 4 الاولين ولا 5 الاولين لانك قادر انك تصبر عليهم حتى لا نزلات العمله ورجعات. معناها ملي كترجع راه كتخترق القمه التاريخيه. لا جينا نتكلموا على العملات اللي اخترقوا القمه التاريخيه راهم واضحين وباينين. يعني انت ما تمرضش راسك وتمشي لشي عملات اصلا ما يستاهلوش وتحط فيهم واحد المبالغ كبيره. انا كنتكلموا على 10 و20 كا ولا 30 كا، راه غير كتغامر براسك. وهادشي اللي كاين الدراري، وفرصه سعيده.